فعلا صدق المثل اللي قال البيت اللي فيه دقيق عمر حلو ما يضيق. الحمد لله يا رب. دايما في حاجات كده بتخليها في عمار بيتك، من ضمنها الدقيق. الولاد كنا عاملين النهارده شويه اكل، بس بالليل كده اقول لها يا ماما احنا عايزين ناكل بيتزايه، مع اني ما كنتش مكرره لها ولا مخططه لها، بس قلت ايه يلا الجوده بالموجوده، طالما عندي دقيق وخميره الحمد لله كده ايه البيتزا خلصت الحمد لله. اللي على الوش بقى على راي ونيس، اي شويه بواقي عندك كده حطيهم. جبت بقى دي البيتزا السايله بتاعتي، قلت دي اسهل حاجه لان انا بصراحه اليوم كان خلص ومش قادره ولا اخمر ولا عجن. دقيق، كيس خميره فوريه، كيس بيكنج باودر، رشه ملح، رشه سكر، وقلبتهم والميه الدافيه، وبعدين رحت رميهم بشويه زيت. حطيتهم كده غطيتهم يستريحوا ويخمروا ايه، مش هيخمروا جامد بس يستريحوا شويه. في الوقت ده بقى كنت خرطت الحاجه اللي عندي، جبت صاج حطيت في نصه دقيق وفي نصه من غير دقيق، ونزلت العجينه بتاعتي وسويتها. حطيت الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتي، عباره عن معجون صلصه ومعلقتين كاتشب. عايزاها سبايسي ممكن تحطي شطه، مش عايزاها سبايسي خلاص ما تحطيش شطه. وحطيتها كلها على العجينه كده وفردتها. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، البنات ايه كلهم كانوا بيلعبوا، ويلا يا ماما نعمل، قلت لهم اعملوا يلا يا حبايبي بالهنا والشفا، انتوا اللي هتاكلوها محدش غريب هياكلها. حطينا بقى الطماطم بتاعتنا وشويه لانشون كده كانوا عندنا في التلاجة، على قرضين فلفل خضر، على حتتين طماطم، على شويه زيتون. الحمد لله ان كان عندي شويه زيتون، وكان عندي حتتين جبنه رومي بشرتهم لهم رزقهم بقى. انا قلت لكم انا مش مخططه للبيتزا خالص، البيتزا دي عايزه موتزاريلا كده وحاجات، بس الحمد لله والله طلعت طعمها زي العسل. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، البيتزا دي خلصت ما شاء الله يعني. كل واحد على بال ما خد له حتتين، والله يا ماما مش الله يا ماما، واكلوها بالف هنا. ما شاء الله اللهم بارك، جربوها فعلا سهله جدا وسريعه ولذيذه ما شاء الله، قرمشه من جوه من تحت ومن فوق ما شاء الله، طريه وجميله. لو لسه اتفرجوا علينا ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش تفرحونا باشتراكوا معانا في القناه، وتحطوا لايك، وتعملوا ايه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم حاجة متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.